الاستعمار ما دخلش بالدبابة، دخل بالبوستر، واللي اتضرب الأول مش الأرض ده العقل. خلينا نبدأ بالحقيقة اللي محدش بيقولها. الاستعمار ما دخلش أي بلاد، الاستعمار دخل عقول. قبل الجندي كان في بوستر، وقبل الرصاصة كان في تصميم. أوروبا ما قالتش إحنا جايين نسرق، قالت إحنا جايين ننظم، وده اتقال بإيه؟ بالجرافيك والخرايط والألوان والخطوط والبوسترات. كلها اتصممت عشان تقول إن ده مركز العالم وده طرف. الخريطة نفسها كدابة، أوروبا في النص وكبيرة، وباقي العالم صغير جدا. مش عشان خاطر الحقيقة، لا عشان الرسالة. البوسترات الاستعمارية كانت بتصور الشعوب على إنها بدائية أو عارية فوضوية. الأوروبي تحس إنه شكله كده واقف كاريزما، ودايما تلاقي ألوانه شكلها فاتح كده، ووشه دايما هادي. ده مش رسم، ده حكم. التصميم هنا ما كانش بيشرح، ده كان بيقنعه. بيقنع الجندي إنه بطل، وبيقنع المواطن اللي بيسرق إن ده تحضر. حتى اللغة البصرية اتفرضت، خطوط ونسب وألوان، واتقال إن ده الصح، واي حاجه غيرها تبقى متخلفه طالما انت بره اللعبه. وعشان كده بقى لحد دلوقتي في ناس بتشوف ان التصميم الغربي هو الاحتراف وغيره فولكلور، وده بقى اثر الاستعمار لسه شغال. الاستعمار ما انتهاش، هو غير الزي بس، وغير البوستر، وغير اللوجو، لكن الفكره واحده، مين في الصوره ومين براها. لكن بقى اخطر حاجه ان التصميم نجح لدرجه ان الشعوب نفسها بدات انها تشوف ان هي اقوى حاجه، وده اعمق احتلال ممكن يحصل. وفي الاخر افتكر ان الدبابه بتطلع لكن التصميم بيقعد.